عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجواء مستقرة ومشمسة على العموم ستميز يوم الغد بحول الله كافة أرجاء الوطن، لكن بعد انقشاع الضباب الذي سيميز المناطق الغربية لتكون هناك بعض السحب العابرة خلال أواخر النهار. بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم وفجر يوم الغد ستبقى باردة خاصة بالمرتفعات الداخلية. إذن الدرجة 0 ستسجل بباتنا، 5 درجات بتيارة والبيض، 9 إلى 12 درجة على أغلب السواحل الوسطى والغربية، 8 درجات على السواحل الشرقية. مقاييس أيضا ما بين 7 إلى 9 درجات على شمال الصحراء وكافة مناطق الجنوب الشرقي، 12 درجة بوسط الصحراء و16 بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد بإذن الله الحرارة القصوى ستعرف بعض الارتفاع، تكون معتدلة على كل المناطق الشمالية، تتراوح ما بين 18 إلى 21 درجة بالسواحل، وما بين 14 إلى 16 درجة بالمناطق الداخلية، في حدود 21 درجة بشمال الصحراء، 22 درجة ببشار بإليزي إناميناس، 25 درجة بأضرار عين صالح وتندوف، وأخيرا 32 درجة بأقصى الجنوب. أما فيما يخص البحر ليوم الغد بإذن الله سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا خلال الصبيحة على طول الشريط الساحلي، إذا سيتحسن تدريجيا خلال الظهيرة. الرياح تكون معتدلة خلال الصبيحة ثم تصبح ضعيفة خلال الظهيرة، تأتينا من شرقية إلى جنوبية شرقية، تدور إلى جنوبية غربية تماما نحو السواحل الغربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بإذن الله نستهلها بيوم الثلاثاء، حيث الأجواء ستبقى مستقرة ومشمسة، لكن بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر على السواحل يبقى تطاير الرمال يميز محليا مناطق وسط الصحراء وأقصى الجنوب. درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع، تكون معتدلة، مقاييس ما بين 18 إلى 22 درجة بالسواحل، 14 إلى 18 درجة بالمناطق الداخلية، تصل إلى لغاية 24 درجة شمال الصحراء و30 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. نفس الوضعية الجوية خلال يوم الأربعاء بإذن الله تبقى أجواء مستقرة. أما خلال يوم الخميس سنسجل سحب عابرة على كل المناطق الشمالية، احتمال لبعض الأمطار نحو المناطق الغربية. درجات الحرارة تعرف بعض